جبت لكم سر المطاعم السوري، الصوص الأورنج اللي لونه وريحته تحفة، وبيتقدم مع الشاورما السوري والمشاوي. الصوص اللي حير ناس كتير عشان تعرف بسم السر الله ايه. والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم جوه البيت. النهارده ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد عن سر الصوص السوري من قلب المطاعم. جبت لكم السر النهارده، والطريقه بتاعته اقتصاديه جدا، مكوناتها كلها سهله وموجوده في كل بيت. واللي اهم والافضل من ده كله ان هي بتخلص في 10 دقايق بس من تحضيرها. يعني هتاخدي احلى صوص وفي 10 دقايق، واقتصادي كمان. بس يلا ما تنسينيش فلك وكومنت حلو كده منك، واشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك. هنبدأ الأول في تحضير الصوص الأورنج اللي أنا قلت لكم عليه. هنبدأ الأول باتنين كده فلفل من الأحمر ده. طبعا هو بيبقى حراق شوية أو حامي شوية، وهو ده المطلوب. بس هيعمل معادلة في الطعم تحفة وجميلة جدا. أول حاجة ببتدي إن أنا أنضفه من البذور بتاعته بالشكل ده. هفتحه وأشيل الراس اللي هي بتكون اللي هي الخضر اللي هي من فوق، وهشيل البذور من جوه. أنضفه كويس جدا، إحنا مش عايزين فيه أي بذور. هبتدي بعد كده ان انا اقطعه قطع صغيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده. احلى حاجه في الصوص ده ان هو الريحه بتاعته بتبقى جميله جدا. الفلفل ده بيدي ريحه فعلا جباره للصوص بتاعنا. هتعرفوا لما تجربوها وهتشوفوا قد ايه هي سهله وبسيطه، وهتديكوا طعم بصراحه جبار جدا زي المطاعم السوري بالظبط. دلوقتي انا قطعت خلاص الفلفل بتاعنا. هجيب بقى الكبه بتاعتي عشان هبتدي اطحن فيها الفلفل بتاعنا. ده اول مكون هنضيفه معانا دلوقتي. اما المكون التاني فهضيف معايا 3 فصوص من الثوم زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الكميه دي طبعا انتوا لو عايزين تعملوا اقل شويه او عايزين تزودوها حسب ما انتوا ما يعجبكم، بس انا بديكوا اللي هي الكميه اللي هي الاساسيه اللي انا عملت بيها. هبتدي بقى ان انا اطحنها كويس جدا بالشكل ده. طبعا هي مع الوقت هتبتدي ان هي تتفرم معايا، مفيش مشكله، بس انا ببتدي الاول ان انا افرم الكميه دي فرمه كده، وهبتدي احط لها معلقه من الزيت علشان تبتدي ان هي تنعم معايا. بعد الفرمة الأولى هتشوفوا كده وتلاحظوا ان هي ابتدى الفلفل يبقى على الجوانب بتاعة الكبة. هبتدي ان انا انزلها بالشكل ده عشان برضو تتفرم معايا كويس. هديها الفرمة التانية ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هجيب معايا في كسرولة صغيرة او كنكة صغيرة حسب اللي موجود عندك. هضيف عندي معلقتين من النشا، معلقتين كبار ممتلئة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهضيف عليها كوباية من المية. وهبتدي بقى ان انا اقلب المكونات دي مع بعض المكونين، واخدها على طول وهضيفها على النار، بس هتبقى النار هاديه جدا زي ما انتم شايفين كده. هبتدي كل وقت والتاني ان انا اقلبها، مش هسيبها خالص. انتوا عارفين طبعا النشا لو سيبناه فهو بيكتل، فانا هبتدي ان انا اقلبها عشان كمان ما تتحرقش معايا من تحت. هقلبها كده باستمرار. هنلاحظ ان هي ابتدت تعمل كتل كده صغيره، دي بدايه ان هي ابتدت ان هي تتماسك معايا النشا خلاص. تقليبه والتانية وهنلاقيها يطلع القوام بتاعها ما شاء الله حلو جدا. هوريهولكوا دلوقتي علشان تشوفوا بالتدريج بالظبط انا عملت ايه. مش لازم ان انا اعمل النشا بتاعي يبقى جامد قوي او متماسك قوي، بالنعومه دي هيبقى جميل وحلو جدا. كده خلاص انا هبتدي ان انا ارفعه من على النار، عشان كده خلاص النشا بتاعي خلص تماما. اما عن المرحله اللي بعد كده فهبتدي افتح الكبه بتاعتي وهضيف المكونات اللي هتدي طعم، وفي نفس الوقت هتبقى عامل حفظ ليا زي مادة حافظة كده للصوص بتاعنا. هيخلي الصوص بتاعنا يمتد معانا من اسبوعين ل3 اسابيع وهو معاكي زي الفل مفهوش اي حاجة. هنا هاخد معايا نص ليمونة هبتدي اعصرها على الصوص بتاعنا، على الفلفل بمعنى اصح في الكبة. وبعد كده هاخد معايا معلقة كبيرة من الخل الابيض. وبعد كده طبعا هضيف الملح بس كل وقت والتاني، هشوف اذا كنت انا محتاجة ملح تاني ولا لا. وبعد كده هضيف عندي نص معلقة صغيرة من السكر، وابدأ بقى انزل بالنشا بتاعي، خليط النشا اللي احنا كنا عاملينه وهو سخن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبتدي اعمل عملية خلط بين المكونات كلها اللي انا ضفتها. هفرم كله بقى مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
بص بقى الجمال والطعامة، بيبتدي الصوص بتاعي يتقل معايا، وفي نفس الوقت الفلفل بتاعي ابتدى يتفرم. يعني الحبيبات اللي انتوا شايفينها دي هتختفي تماما مع الفرم. بصوا بقى، شوفوا بقى شكل الصوص بتاعنا الاورانج، اللون بتاعه. عايزه اقول لكم ان الريحه كانت جباره جباره. الريحه والطعم بتاعها والله تحفه فوق ما تتخيلوا. الفلفل ده بيدي كده طعم مسكر شويه، محلون شويه، وفي نفس الوقت يعني في سنه حرقان كده شويه، يعني حراق شويه او حامي شويه. جميل جدا. بصوا بقى، شايفين الصوص وانا بطلع كده السكينه بتاعت الكبه؟ شايفين تقيل ازاي؟ ده كمان لسه هيتقل معايا لما يستريح شويه في التلاجة، او حتى لو سبتيه. يعني انا مجرد ان انا سبته، بس مجرد ان انا عبيته عندي في الكوبايه او في البرطمان، لقيته ابتدى يتقل معايا. هو الصوص اصلا تحفه. بصوا، جربوه، انا عايزاكم تجربوه، لان بصراحه لما تجربوها مش هتستغنوا عنها ابدا. هيبقى مصاحب ليكوا دايما مع المشاوي، مع الشاورما، مع الفراخ اللي هي البروستو. هتبقى تحفه وجميله جدا معاكم. هو ده السر الاساسي للصوص الاورانج او الحراق اللي هو بيتضاف مع الشاورما. يلا بقى دلوقتي نشوف الطومية بتاعتنا وسر الطومية. الطومية النهاردة انا جايبها لكم بسر تاني خالص. بصي بقى، لا هتحتاجي فيها لا زبادي ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص، كلها حاجات بسيطة واقتصادية في البيت. انا ضفت عندي برضو زي ما انتم شايفين نفس المكون الاولاني اللي احنا قلناه، معلقتين من النشا على كوباية من المية، وهبتدي اقلبهم مع بعض الاول واضيفهم على نار هاديه على البوتاجاز بتاعنا، يبتدي يتقل بالشكل ده. وهاخد بقى الخليط بتاعنا ونشوف هنعمل بايه. بصوا، زي ما انتم عارفين ان المطاعم عمرها ما هتضيف حاجات ان هي تبقى مكلفه. لا بيضيفوا بيض ولا هيضيفوا كمان زبادي. فانا جبت لكم المكون الاساسي اللي هو من الاخر، الحاجه اللي هتديكي طعم جميل جدا واقتصاديه معاكي، يعني الحاجه اللي هي ماشيين بيها فعلا المطاعم السوريه. بص بقى، انا جبت ايه هنا، 3 فصوص من الثوم وحطيتها في الخلاط بتاعي، وضفت كمان نص ليمونة ونص معلقة صغيرة من السكر، وضفت الملح بتاعي، نفس المكونات اللي ضفتها الأولانية في الصوص الحراق، بس هنا بقى على اختلاف شوية. يلا بقى دلوقتي هنضيف عندي النشا بتاعي، خليط النشا اللي احنا عملناه مع بعض على النار. هبتدي بقى ان انا اخلطه في الخلاط بتاعي بالشكل ده، اخلط المكونات كلها مع بعض. هيبتدي بقى مع الضرب والفرم باستمرار هيبتدي الثوم بتاعي يتفرم. وانا بفضل هنا ان انت تخلي الثوم يتفرم معاكي في الاثناء اللي هي في الخلاط، بلاش ان احنا نطحن في اي حاجه تانية، لا هون ولا كب ولا اي حاجه. وهبدأ هنا وانا بخلط وهو النشا بتاعي سخن، ضفته في الخلاط. هبتدي اضيف الزيت بتاعي السرسوب زي ما انتم شايفين. يعني ايه سرسوب؟ يعني هنزل خط كده رفيع بالزيت. ليه بقى؟ هو ده اللي بيتقل معايا التوميه بتاعتي ويخليني ما استهلكش كتير من الزيت. يعني اللي انتوا شايفينه ده 4 معالق كبار بس من الزيت، لا ضفت ربع كوبايه ولا نص كوبايه، كلها حاجات بسيطه وسهله جدا. هو السر كله في الخط اللي هو بينزل بتاع الزيت. لو ضفت الزيت كله مرة واحدة أو الكمية كلها مرة واحدة، هيبتدي الصوص بتاعك يحتاج تاني أكتر ويحتاج تاني أكتر. إنما هو السر كله اللي بيخليه يتقل بالراحة جدا وعلى مهلك قوي. هتضيفي خط كده من الزيت، ده اللي بيخلي المكون معاكي الطومية تتقل وما تستهلكش معاكي زيت. بصي بقى، عملنا اهي الطومية، القوام بتاعها تحفة، ريحتها جميلة جدا، طعمها حلو قوي. لا استهلكنا فيها اي حاجة ولا ضفنا اضافات تانية، كلها حاجات طبيعية عندك في البيت وسهلة واقتصادية ومتناول ايدينا كلنا. وشوفي بنفسك القوام عامل ازاي، ما شاء الله القوام ممتاز جدا. الطريقة بالظبط نفس اللي بيعملوها في المطاعم السوري، هو ده السر بتاعها، الطومية. وبالنسبة للصوص الحراق، هي دي الوصفة بالظبط اللي انا قدمتها لكم النهاردة، كلها طبيعية وسهلة واقتصادية جدا. عايزاكم ان انتوا تجربوها. وبالنسبة للحاجات اللي احنا ضفناها، الخل والسكر، دي حاجات كلها اساسية، اللي انا قلت لكم عليها كلها اساسي، لان كل ده بيدي طعم وفي نفس الوقت بيبقى عامل رئيسي بالنسبة للطومية والصوص الحراق بتاعنا كمادة حافظة تمتد الأسبوعين ل3 أسابيع.